السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقيكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحليوه. انا من عشاق هذه الحلوه صراحه، كنفضل انني نصايبها في الدار على انني نشريها، ونتمنى منكم تنوضوا تصايبوها للوليدات ديالكم. احسن حاجه غادي ديروه غنشاركها معكم بابسط الطرق، ما فيهاش نهائيا البيض، فقط الزبده والزيت. بسم الله على بركه الله. كناخذ 125 غرام ديال الزبده مارغرين او اي زبده متوفره عندكم، كنضيف لها ساشي ديال الفاني ونصف كاس سكر. كنمزج الخليط جيدا حتى يتزانجوا مزيان، ومن بعد كنبدا نضيف نصف كاس زيت. كنخلط الخليط ديالي جيدا، ومن بعد كنضيف ملعقتين نشا. الا ما كانش النشا متوفر فماشي بالضروره، حيت انا بعض المرات كنديرها بدون نشا فقط. ملي كيكون متوفر عندي نشا كنضيف النشا. من بعد كنضيف كيس خميره ديال الحلويات والدقيق تدريجيا حتى كنجمع العجين، والعجين كتكون طريه، ما تكونش قاصحه، حيت مازال غادي نضيف الكاكاو والدقيق ملي غنقسم العجين. كنقسم العجين ديالي على قسمين، نصف كنضيف ليه ملعقه كبيره كاكاو او الساشي ديال الكاكاو، ونصف الثاني كنضيف ليه ملعقه كبيره ديال الدقيق باش يكون العجين ديالي متساوي. من بعد ما كنجمع العجين ديالي بجوج، سواء البيضاء او السوداء، كنحاول نحطهم في كيس بلاستيكي يرتاحوا في الثلاجه لمده 10 دقائق. ضروري العجينه ترتاح باش ما تغلبنيش من نبدا ندير ليه، من نبدا نشكلها كويرات صغيره. كيف كتعرفوا راه العجين فيه الزبده، اذا ضروري انها ترتاح في الثلاجه. من بعد ما ارتاحت ليا العجين كيف كتشوفوا، كنبدا نشكل كويرات من الحجم الصغير، ونحاولوا ما امكن انهم يكونوا كاملين متساويين. كيف كتشوفوا كنبدا ناخذ 3 الكويرات بيضاء و3 الكويرات سوداء، كنبدا نحطهم وحده مختلفه على الاخرى، كنشكلهم على شكل دائره وكنلصقهم مع بعضياتهم كيف كتشوفوا. ومن بعد كنحطها في يديا وكنكورها حتى كيتشكل الشكل المزخرف اللي غادي تشوفوا معايا. كيف كتشوفوا هو الشكل اللي كيتشكل معنا. ملي كنشوفها صافي تشكلات معايا هذا الشكل، كنعرف ان العجين ديالي ناجح 100%. اذا بديتو كتكوروا وما شفتوش الشكل تشكل، بقاو تكوروا حتى تشوفوا الشكل غادي يتشكل لكم. ما تخافوش، راه ما كتخسرش نهائيا، المهم العجين الدور. اللي غنقدر نوصيكم ان الزيت ما تكونش كثر من الزبده، الله يجازيكم بالخير، حيت الا كانت الزيت كثر من الزبده فغادي تبدا تفرت لكم العجين، ونهائيا ما غاديش تدور لكم ويتشكل لكم هذا الشكل. ديما خذوا 125 غرام الزبده قياس ديال نصف كاس زيت. الا كنتو غتستخدموا 250 غرام ديال الزبده، ضيفوا معها كاس زيت، كاس عنبه ديال الزيت. ملي كنسالي العجين ديالي كيف كتشوفوا، كنبدا نحط الكويرات ديالي في اللاطه اللي غندخلها الفرن. كيكون الفرن ساخن من قبل جيدا لمده 10 دقائق على نار مهيله دغيا كطيب. عندكم تغفلوا عليها حيت دغيا كطيب. صافي ملي كطيب كنخليها ترتاح شويه، عاد كنحيدها من اللاطه ديال الفرن. كيف كتشوفوا كتجي مقرمشه وسهله، مقرمشه صراحه. احسن حلوه عندي هي هذه، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش، الله يجازيكم بخير، لايك واشتراك للقناه ديالي اللي مازال ما اشتركش، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.